جودر، ايه يا داش؟ انت ايه حكايتك؟ وكنت فين؟ انا كنت واقف لا بيا ولا عليا. فجأة لقيت عصابة من الجن الازرق هجمت عليا، خطفوني وحبسوني ولسه عارف اهرب منهم. وحكاية مراقبتك لجودر من ورا الشباك؟ انا سألته نفس السؤال وانكر. طب وانا هراقب سيدي جودر ليه؟ وانا اصلا كنت محبوس، هراقبه ازاي؟ الامر يستدعي ان داهش يعمل جوله حوالين القصر ويحاول يجيب لنا معلومات عن الروحانيه اللي اخترقت القصر. بس كده؟ من عينيا. انت لازم تغير نظام الحراسة يا شيخ عبد الأحد. مش انت بتقول ان هو اخترق؟ انت حديث عهد بعلوم الروحانية يا جودر، عشان كده بعض الأمور ممكن تسبب لك ارتباك. ارتباك؟ انت مرتبك اكتر مني يا شيخ عبد الأحد، بدليل انك بعت تجيب اخوك الشيخ عبد الرحيم علشان تتشاوروا سوا. اهدى يا جودر، الامور تحت سيطرتنا. واضح قوي ان الامور تحت سيطرتكم. اللعبة ما تتلعبش غير كده. الصيد الممتع من وجهة نظري هو إنك تكشف عن جزء من خطتك للفريسة. تقوم الفريسة تتصور إن انفتح لها باب تفلت منه وتتحرك ناحية الهروب أو المناورة. يعني أنت يا شميعة عاوز عبد الأحد وجودر يكتشفوا إن إحنا بنراقبهم ويحصنوا نفسهم ضد الموقف ده؟ كده أنت فهمتني. أنا هسيبهم لغاية ما يتصوروا إنهم حصنوا نفسهم، وفجأة أمد إيدي وفي لحظة ما حدش يتوقعها وبطريقة ما تخطر لهمش على بال واصطادهم. كده الصيد له متعة. ايه الأخبار يا داهش؟ مفيش جنس جن من اي طائفة حوالينا، مفيش غير الحراسة اللي انت معينها من الجن المذهب يا سيدي عبد الأحد. أنا عندي اقتراح، إجراء حماية عشان نأمن بعض كلنا. ايه هو الاجراء ده؟ احنا لسه قدامنا مدة على ما نقرر محاولتنا في بحر الظلمات. في خلال المدة دي بقى ما نتكلمش في موضوعنا غير بالرمز أو بالإشارة، وإذا لزم الأمر يبقى بالكتابة. انا كنت هقترح عليكم نفس الاقتراح ده. هو ده الحل من وجهة نظركم يا اصحاب العلم والحكمة؟ القوة اللي اخترقتنا دي بتلعب بينا، بتخلينا نشك في نفسنا، وده يوصلنا لحافة الجنون. وانتوا تقولوا نتكلم بالرمز او بالاشارة؟ طب زعق كده ليه؟ لا، ده انا ازعق وازعق وازعق. امال يعني ابتسم للعالم الجميل اللي حواليا؟ انا ايش ضمني ان القوة دي تفضل مختفية وتدينا احساس بالامان لحد ما نجيب الكنوز، وبعد كده تظهر لنا بطريقة ما تخطرش على البال وتاخدهم. ايش ضمني؟ انت بتتكلم كده ليه؟ اصبر شوية يا عبد الرحيم، مش كده. لا يا شيخ عبد الأحد، لازم يفهم حدوده. احنا اللي مطلوب مننا نعمل التأمين اللي نشوفه مناسب، نأمنك لغاية ما تأدي الغرض المطلوب منك. لا يا شيخ عبد الرحيم، الكلام ده تروح تقوله لواحد اشتريته من سوق العبيد، مش ليا انا جودر ابن عمر المصري، مفتاح اللغز وحجر الزاوية في قضية تهم الكون كله. واذا كنت انا ما اتكلمتش عن نفسي قبل كده فده عشان انا حاسس بالموضوع واهميته، لكن ما دام الامور وصلت لكده يبقى لازم نحط النقط على الحروف. اهو كشف ورقه. تقصد ايه من الكلام ده؟ وايه هي النقط اللي هتحطها على الحروف؟ عينك على ايه من البيع يا جودر؟ ما انت صياد بائس، الظروف عملت منك بطل، وبطل فوق العاده كمان، فليك حق تساوم وتناور. يا عبد الرحيم، انت جاي تفسد عليا الامر. انا مش هرد على الكلام اللي انت قلته ده يا شيخ عبد الرحيم، لانه كلام صغير. يكون في علمكم انا مش هفتح كهف الحكيم الشمردل واجيب الكنوز الاربعه الا اذا ضمنتولي ان الكنوز دي ما تقعش في ايدين ولاد شمعه، وقلتولي كمان انتوا ناويين تستخدموا الكنوز دي في ايه. وده مش عشان حاسس بذاتي وبساوم وبناور يا شيخ عبد الرحيم، لا، ده عشان انا مقدر لاهميه العلم وخطورته. ولو مش عاجبكم كلامي ده فانا راجع بلدي. جودر، كلمت والدي في موضوعنا؟ سيبيني دلوقتي يا جوهره، انا مش طايق نفسي. في ايه اللي حصل؟ اسال ابوك وعمك. مولاتي انت كويسه؟ اللي جايبك هنا دلوقتي؟ انا كنت معديه من هنا سيبيني لوحدي.